ملايات السرير وكسوة المخدات ما تجيبش فيها نقوش وتضاريس بارزة عشان ده هيضايقك وانت نايم. هاتها سادة هترتاح عليها اكتر. وما تغسلش البيض لان ممكن يتلوث والجراثيم تدخل جواه. والشبشب اللي بتدخل بيه الحمام ما ينفعش تدخل بيه الشقة. والناموس كتير اليومين دول ولا يهمك. هات نص ليمونة وحط فيها 5 حبات قرنفل وسيبها في المكان اللي بيجي فيه الناموس، هتلاقي كله اختفى وراح. لان الناموس بيكره ريحة الحمضيات، ولما بتحط فيه القرنفل بيطلع منه رائحة نفاذة. واللي بيكلمك كتير وبيشاركك في تفاصيل حياته ده مش انسان رغاي ولا مقلق، ده ملوش غيرك. عايز تبطل صودا ومياه غازية بس مش عارف؟ جرب كل ما نفسك تروح لها روح اشرب بق مية، هتلاقي نفسك اتسدت عنها. كل ما تحس ان صدرك ضيق عليك والدنيا في عينك زي خرم الابرة قول اعظم دعاء لتفريج القرب: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ولو اكلت حاجة حراقة وبقك موحوح اوعاك تشرب مية، ده هيزود عليك الحرارة. لكن اشرب شوية لبن هيهدي الدنيا بسرعة. وما تنشفش ايدك في هدومك شكلها مش ظريف. ومن الهيبة ان لو حد نده عليك تلتفت بهدوء مش بلهوجة. ولو حد بيسلم عليك سلم باتزان مش بأفورة. ولو هتاخد رأي حد ما تاخدش رأي حد مشغول ولا حد مهموم حتى لو كانوا أذكى الناس. وما تدفعش مقدم قصاد أي خدمة تتقدم لك عشان مش هتلاقي أحسن حاجة. لكن ادفع أول ما الخدمة تخلص فورا. وقبل ما تسأل قلبك علمه أول الحلال والحرام، لأن ممكن قلبك يكون جاهل ويوقعك في حوارات أنت في غنى عنها. ما تروحش مناسبة سواء كانت فرح أو عزاء أو زيارة إلا وأنت حاطط في بقك لبانة أو كراميلاية بالنعناع، لأنك هتكلم الناس وكده، فما حدش ينضر منك ومن نفسك، وتبقى واثق إن النفس اللي بتتنفسه ريحته كويسة. ومن السنة إن ما ينفعش تشرب من بق إزازة غيرك هيشاركك فيها. ولو رايح زيارة عند حد وهتبات يبقى ما تزودش عن 3 أيام. الضيف الغالي من 3 ليالي. ما تستخدمش غسول للفم أيا كان نوعه لأنه بيرفع الضغط زائد إنه بيضر الأوعية الدموية اللي في بقك. واللي ما تعرفش تخليه يحبك خليه على الأقل يحترمك. الاحترام اتوجد عشان يسد مكان الحب لما يختفي. واللي لابس طقم حلو قول له، واللي حاطط برفيوم عاجبك عرفه، لأن دي من طهارة النفس وحب الخير للغير. وكمان هتدخل السرور على قلبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب امرئ مسلم. وكمان هيحس إن تعبه ما راحش على الفاضي. ولو مرتاح مع اللي بتحبه ما تقولش. ولو بتستمتع بأكل أو بمكان معين ما تحكيش علشان راحتك ما تقلبش لتعب واستمتاعك يقلب لملل، لأن العين فلقت الحجر. سلام عليكم.